خلفية موبايلك هي أول حاجة أنت بتشوفها لما بتمسك موبايلك، صباح الفل. فلازم تختار أحسن خلفية عشان تفتح نفسك وتستخدم الموبايل. وعشان كده في فيديو النهاردة أقولك على أهم التطبيقات اللي ممكن تستخدمها عشان توفر لك خلفيات حلوة، وحرفيا التطبيقات دي بتناسب كل الأذواق. فعايزك تتابع الفيديو للآخر وتقول لي أحسن تطبيق عجبك من التطبيقات دي. ويفي وولز بيوفر لك خلفيات بذوق مختلف شوية ورايح ناحية الحاجات البسيطة الجامدة دي. فدي الواجهة بتاعة التطبيق بيتميز هنا بالخلفيات المتموجة دي وبألوان كتير وأشكال كتير عشان تختار الحاجة اللي عجباك. فوليكن مثلا تعالى نختار صورة زي كده وهيظهر لك حاجتين ممكن انك تحفظها في المفضلة عشان تبقى تستخدمها بعد كده يعني، او حتى ممكن تعمل لها على طول ابلاي وتفعلها على الهوم سكرين او اللوك سكرين يعني على حسب انت عايزها فين. فبصراحة شكلها سيمبل وبسيط كده وحاجة حلوة يعني. لو عايز حاجة فيها شغل كتير والوان كتير وكمان تعتبر خلفية لايف او اللي هي متحركة، يبقى مش قدامك غير التطبيق ده اللي هو جروبل تقريبا، هكتب لك اسمه على الشاشة. وده بيقدم لك خلفيات بتصميمات كتير مختلفة وعندك اقسام كمان تقدر تختار منها الخلفية اللي تناسبك. فالقسم ده هتلاقي فيه خلفيات شبه كده، واكيد هتلاقي هنا الحاجة اللي تعجبك يعني. والخلفية كمان بيبقى فيها حركة بسيطة كده يعني حاجة عظمة من الاخر. وتقدر كمان تختار خلفيات عن طريق اللون، وليكن مثلا انت بتحب اللون الازرق زيي، هو المفروض ان انا بحب اللون الازرق بس مش عارف الفيديو قلب احمر ليه كده. فانا اعتبر انك بتحب اللون الازرق فهتختار اللون الازرق وهتلاقي هنا خلفيات كتير باللون ده. وبس يا عم تختار الخلفيه وتعمل سيت وول بيبر وهتلاقيها اتفعلت معاك. بص بقى على مود الخلفيات اللي في التطبيق ده فجامد بصراحه. فده شكل الخلفيات اللي فيه، وانا لو قعدت كل يوم اغير خلفيه من دول مش هزهق منه. مود بسيط واختيار الخلفيه فيه ببساطه، وممكن تحفظ الخلفيه عندك على الموبايل وممكن تفعلها كمان على طول. والتطبيق طبعا مليان خلفيات بالشكل ده وكلها بجوده عاليه، وكفايه ان مفيهوش اعلانات كتير زي بقيه التطبيقات. فبصراحه يستاهل يكون من التوب 3 اللي معانا في فيديو النهارده. فده هيكون من اكتر 3 تطبيقات عاجبني في فيديو النهارده. فده اسمه nothing but wallpaper. عايزك انت كمان تقول لي احسن تطبيق هتختاره من ال10 دول، فقول لي في الكومنتات بس لما نخلص الفيديو طبعا. المهم دلوقتي لو انت عايز تعمل حاجه فانزل اعمل لايك واشتراك كمان، ولو عايز فيديوهات تاني من القناه هنا ففعل الجرس على الكل عشان يوصلك الجديد كله يعني. وبس يا عم يلا نكمل. دايناميك وول بيبر هو مفيهوش خلفيات كتير بس بيقدم لك ميزه كده رايقه بصراحه. فتعالى مثلا نختار اي خلفيه منه كده، فده بيكون شكل الخلفيه عادي حلوه وزي الفل. بس تعالى نحط الموبايل في الشاحن مثلا، فهتلاقي ان لون الخلفيه بيتغير للون تاني او حتى شكلها ممكن يتغير. وكمان لو الموبايل بطاريته فصلت فبرضه بيغير لك شكل او لون الخلفيه اللي ورا على حسب حاله شحن الموبايل يعني. فعشان تشغله هتديله طبعا الصلاحيات بتاعته من هنا، وبعدين سيلكت وول بيبر وتختار بقى الخلفيه اللي تعجبك من دول. ولو ده كله ما عجبكش فممكن تعمل كرييت وول بيبر وتعمل خلفيه على مزاجك انت وابدع فيها براحتك بقى. وولز بي واي في شويه خلفيات انمي بس ايه حاجه عظمه، وخصوصا لو انت بتحب الالعاب والحوارات دي فالتطبيق ده هيكون هو اختيارك يعني. فدي الواجهه بتاعته. التطبيق مليان خلفيات حرفيا وكلها بجوده عاليه، تقدر تختار الخلفيه اللي تعجبك. وكمان لو جيت على علامه الطبقات دي فهتلاقي حاجات كتير هتساعدك تختار احسن وول بيبر تعجبك. فممكن مثلا تختار خلفيه على حسب البراند زي اسوس مثلا، وهتلاقي هنا خلفيات كتير مستغله براندات كتير وعامله منها خلفيات يعني. وعندك جوجل وهواوي والايفون كمان، وهتلاقي كل البراندات المعروفه هنا يعني. ولو ده كله مش عاجبك ممكن تختار خلفيه باللون برضو وليكن الازرق برضو، فهتلاقي خلفيات كتير زرقاء وجامده هنا. وفي الاخر تقدر تختار بالتصنيف وهتلاقي برضو تصنيفات كتير، اختار اللي يناسبك. فزي ما انت شايف التطبيق مليان حاجات كتير ويستاهل يبقى هو كمان من التوب 3 معانا النهارده. لو عندك فيديو وعايز تحطه خلفيه يبقى استخدم فيديو تو وول بيبر. فهتفتحه، دي الواجهه بتاعته بسيطه بالشكل ده، وهتيجي على الزائد اللي تحت وهنا هتكتب اسم الخلفيه اللي انت عايز تسميها وتختار الفيديو اللي انت عايز تحطه وول بيبر. وبس يا عم اختار الفيديو واعمل له ابلاي وفعله بقى على الهوم سكرين او اللوك سكرين على حسب انت عايزه فين. والاخير في قائمه التوب 3 بالنسبه لي هو جريدينت وول بيبر. تطبيق بسيط وواجهته بسيطه وخلفياته بسيطه، وكل فكرته هو الخلفيات المتدرجه اللي بيبقى فيها كذا لون داخلين على بعض كده وعاملين شكل جامد في الاخر. فهو هنا مديك اشكال كتير تقدر تختار اللي يناسبك، ولو مش عاجبك ده كله ممكن تعمل خلفيه على مزاجك برضو. فتعالى على الحاجات اللي تحت دي وتعالى نختار اللون الاولاني وليكن مثلا اسود، والتاني ازرق، والتالت ابيض. وبس يا عم انت كده عملت خلفيه زي الفل اهي. تقدر تعمل لها حفظ وبعدين تفعلها من ابلاي، وبصراحه بيبقى شكلها حلو وخصوصا لما تكون انت اللي عاملها يعني. لايف 4 دي وول بيبر تطبيق بيديك خلفيات 3 دي و4 دي، لو مش بس كده 5 دي كمان.
فدي الواجهه بتاعته فيها خلفيات كتير، ولو شديت شمال هتلاقي التقسيمات برضو، ولو شديت يمين هتلاقي خلفيات 4D، وهنا هتلاقي خلفيات غريبه كده بس حلوه يعني. فوليكن مثلا نختار الصوره دي، فمن كتر ما الصوره مظبوطه انا حاسس ان هي هتطلع من الموبايل حقيقي. وكمان في ال5D، وهنا بتلاقي برضو خلفيات جامده، ولما بتضغط على الخلفيه بيعمل لك انيميشن كده حلو. والتاسع بقى معانا في فيديو النهارده هو فريش وولز، وده بقى حاجه كده فوق لوحده للناس اللي بتحب الحاجات البسيطه. ففي حاجات كتير بالوان كتير مريحه للعين كده، فالخلفيه دي مثلا جامده وعجباني، فممكن تحملها مثلا او تفعلها على طول. والاجمد بقى انك ممكن تختار الوانها كمان لو ده كله مش عاجبك. فهتيجي على علامه التعديل دي وتعالى على كلر وشد بقى البتاعه دي كده لغايه ما تلاقي اللون اللي يعجبك. وبرضه في التصنيفات تقدر تختار تصنيف يعجبك من دول، وبرضه من الالوان اختار اللون اللي انت حابه واختار الخلفيه اللي عاجباك بقى. فبصراحه هو حلو وفيه مميزات كتير مش هعرف اقولها لك في الفيديو بس كده، وانا عينه للاخر عشان الناس اللي بتفضل للاخر. فلو انت لسه مكمل معايا لغايه دلوقتي قول لي في الكومنتات. والاخير بقى طالما في خلفيات يبقى لازم خلفيات الايفون تتبروز معانا. فتطبيق ايفون وول بيبر بيوفر لك كل خلفيات الايفون بكل الانواع، يعني عندك مثلا من اول ال14 لغايه الاس سي القديم ده. وبصراحه لو انت من محبين الايفون يعني في التطبيق ده هيعجبك، لان هو بيجيب لك خلفيات كل موبايل او كل فيرجن نزل من ابل بخلفياته، يعني مثلا خلفيات 14 المميزه وخلفيات 13 المميزه و12 و11 والحاجات دي كلها. فبس كده يا عم، هو ده فيديو النهارده. فلو انت بتدور على خلفيه حلوه للموبايل بتاعك او خلفيات حلوه للموبايل بتاعك فارجع للفيديو ده على طول. وطبعا بقى ما تنساش تعمل لايك الفيديو واشتراك في القناه، وتقول لي برضو ايه اكتر تطبيق عجبك من التطبيقات دي كلها. ولو عندك تطبيق معين بتستخدمه مثلا بيقدم لك خلفيات حلوه فاكتبه في الكومنتات. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم.